سؤال صغير بس يا جماعة قد كده، هو ولي العهد السعودي حمادة بن سلمان بيصوم مع المسلمين كده في رمضان ولا بيفطر زي كل سنة؟ الراجل ده لو اعتبرناه راجل يعني نزل قرارات جديدة بخصوص شهر رمضان والمساجد في السعودية نتنياهو نفسه يعني يستحي يعملها. خد عندك يا سيدي قرارات الطفل المراهق حمادة بن سلمان. أولا، منع إقامة أي إفطار جماعي للصائمين داخل أي مسجد خلال شهر رمضان. ثانيا، منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال وقت الصلاة، لأن ده بيعمل إزعاج لجيران المسجد، على أساس إن الحفلات والرقص والدعارة وموسم الرياض ما بيعملش أي إزعاج، ده حاجة زي الفل خالص والله. رقم 3، منع استخدام الكاميرات في المساجد أثناء وقت الصلاة، ومنع إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة سواء في التلفزيون أو على مواقع السوشيال ميديا. ممنوع جمع أي نوع من أنواع التبرعات لمشروع إفطار صائم في رمضان. يا جدعان ده لو يعني أبو جهل ولا أبو لهب نفسه هو اللي بيحكم السعودية هيستحي ينزل القرارات دي. ما علينا، بس خلينا نفكر ابن سلمان بالآية القرآنية اللي بتقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.